أهلا بكم. لوحة فنية للأمة العيناوية، يقال أنها بطولة العين الإماراتي، لكنها في الحقيقة هي بطولة سفيان رحيمي. دي واحدة من أفضل الأداءات الفردية اللي ممكن تشوفها في البطولات الإقصائية بشكل عام. نسخة اجتمع فيها كل حاجة: قوة شخصية، حضور طاغي، إرادة، شغف. الأهم هو التأثير الفني الضخم اللي قدمه سفيان رحيمي. لولا وجوده في ماتشات زي الهلال والنصر ويوكوهاما في النهائي، العين ما كانش هيقدر يكسب دوري أبطال آسيا الموسم ده إطلاقا. رحيمي سجل هاتريك أمام الهلال وكسب ركلتين جزاء، وكان السبب الرئيسي إن ماتش الذهاب ينتهي 4-2 لصالح العين ويبقى ليه أفضلية كبيرة في ماتش العودة. رحيمي سجل 3 أهداف في النصر على مدار ماتشين، منهم هدف الفوز في ماتش الذهاب. مش كده كمان وبس، لا، رحيمي سجل هدفين وصنع هدف وكسب ركلة جزاء ترجمت إلى هدف وتسبب في هدف في مباراة الذهاب كمان أمام يوكوهاما في نهائي على مدار الماتشين. كان السبب الرئيسي ان ماتش امس ينتهي بنتيجة 5-1 للعين والتتويج بالبطولة. المثير للدهشة ان رحيمي ما فيش حاجة ما بيعرفش يعملها، موهوب بشكل كبير وقدرته كلها نابعة من فهمه للسياق مع سرعة كبيرة في أداء القرارات دي. مراوغ ممتاز، تسارع مذهل بمعنى الكلمة، إنهاءه للهجمات هايل سواء بالقدم القوية أو الضعيفة كمان. قدرات بدنية كبيرة، قراءته الصحيحة للسياقات وتقديم تمريرات مفتاحية وبينية، اختراقات من العمق بدون كرة وكسر خط دفاع الخصم وطلب الكرة في المساحة. مهاجم من العيار التقيل، لاعب بيطوف في الملعب يمينا ويسارا ومن المنتصف كمان. هداف البطولة ب13 هدف. الولد كمان هايل دفاعيا، بيقدر يسترجع الكرة حوالي 3 مرات في كل ماتش لعبه في دوري أبطال آسيا. أداء تاريخي ومتكامل من موهبة المغرب وراجل البطولة الأول، ومن غيره العين ما كانش هياخد البطولة نهائيا. بكل تأكيد رحيمي هيكون في حسابات وليد الرجراجي في التوقف الدولي القادم. موهبة تستاهل بدون أدنى شك. شابوه سفيان رحيمي.